السلام عليكم، ازيكم يا صحابي؟ عاملين ايه؟ معاكم منى من قناة منمن احمد. هو فيديو صغير بتاع النهاردة. هوريكم ازاي بخزن الخزين بتاعي بتاع المنظفات. وفي حاجة كمان انا جبتها وما وريتها لكوش، فانا قلت بالمرة بقى اصور لكم فيديو صغير كده. دي كرتونة عندي كانت بتاعت كرتونة مروحة بتاعت توشيبا. فاحنا كنا شايلينها، فهي بصراحة ما شاء الله كبيرة وحلوة وهتشيل لي كل حاجة. بصوا انا تحت كده حاطه الاتنين الاوكسي اللي انا وريته لكم الباودر دول، حطيتهم تحت. وهنا الاريال والبرسيل دول، ودي كرتونه البرسيل الجل. ده الباور بتاع ماي واي، مش عارفه انا كنت وريته لكم طبعا قبل كده اهو يا بنات. وده انا كنت جايبه منه اتنين، وكنت جايبه من ملمع الازاز ده برضو من ماي واي، ده كنت جايبه اتنين. وملمع الازاز بتاع مستر ماسل ده جايبه منه واحده، دي ازازه البريل اهي. وده الجركنين البريل اللي انا قلت لكم جايباهم. طبعا الخزين ده انا جايباه، انتي مش شرط تجيبي نفس الكميه اللي انا جايباها، بس انا جايبه الخزين عشان يقعد عندي فتره كبيره على قد ما اقدر يعني ممكن مثلا من 2 ل3 شهور. يقعد عندي فتره، مش عايزه انزل اجيب منظفات تاني، فباذن الله يقعد عندي فتره. جايبه الجنرال ده طبعا لان بستخدمه في كذا حاجه. بينضف وبيعطر وبيلمع وحلو جدا وريحته حلوه. بيتحط في كذا حاجه، فانا جايبه منه 3 والواحد ب10 جنيه. فحلو يعني، لقيته في اماكن تانية ب11 وب12. طبعا كرتون البرسيل جل دي لان ده اللي هبقى اغسل بيها، هو والبودر اللي تحت. جبت ازازه دوني اللي هو دوني المركز ده، كنت وريته لكم قبل كده. وده المعطر، على فكره المعطر ده حلو يا بنات، سالت ناس كتير وكله شكر لي فيه. احسن معطر هو المعطر ده، ولقيته كمان بيتباع على النت. تمام يا بنات. جبت كمان اللي هو الباور ده انتوا ما شفتوش عشان لسه جايباه، ده الباور من ماي واي برضو حلو. مرضتش اجيب اللي هو الهاربك ده، مش عارفه، اصل انا جبته عندنا مش عارفه ما عجبنيش. فقلت هشوف كده هجرب ده، لو احتجت تاني خلاص هبقى اجيب الهاربك مفيش مشكله. وطبعا كوروليكس ده، والكوروليكس ده الالوان، وده الجل. تمام. جبت كمان الديتول دي الازازه اللي هي الكبيره الكيلو. دي كانت عامله 80 جنيه. طبعا هي في اماكن تانية ب90 وب100. والفينش ده طبعا انتوا كنتوا شفتوه معايا. تمام. انا هرصهم كده، انا عايزه اوقفهم، مش عايزه انيم حاجه علشان خاطر مفيش حاجه تتدلق. ودول اللي انا كنت وريته لكم قبل كده يا بنات، ده بتاع التواليت وكنت جايباه باللافندر. فانا ممكن احط هنا واحده. تمام. انا مش عايزه حاجه تبقى متضايقه على حاجه، ممكن احط هنا برضو بس كده. مش عايزه حاجه تبقى مضايقه حاجه، عايزه كل حاجه تبقى براحتها. البليدج ده بتاع الخشب انا جبت منه 2 اهو. طبعا بالنسبه لنا جايبه الحاجات بالاتنين، قلت لكم عشان دي هتبقى خزين. وزي ما كنت قايله لكم قبل كده وهقول لكم تاني، ان المنظفات احنا بنستخدمها قبل الجواز، لان انت طبعا لما بتروحوا تفرشوا الشقه بتطلعوا من الحاجات دي وتستخدموا. فانا عايزه كمان بعد ما نستخدم يبقى عندي خزين يكفيني من 2 ل3. وطبعا لو احتجت حاجه او حاجه خلصت هنزل اجيبها، بس مش هنزل اجيب زي ما هجيب كل حاجه، لا هتبقى حاجه او حاجتين او 3 حاجات بس اللي خلصوا. جبت كمان البتاع ده بتاع الارضيات. بصوا يا بنات، انا لقيت ده 200 ملي. بصوا ده 200 ملي لقيته، ده الكيس ده ب7.5. الازازه فيها 600 ملي وب41 جنيه. فانا جبت بصراحه التلاتة اللي هما 600 ملي ب7.5 و7.5 15 22.5. بصوا، وده اللي هو الاربعه اللي انا بقول لكم اللي هو البلاك ده، جايب 4 اكياس بس اهو، لان انا مفتكرش هيبقى عندي هدوم غامقه كتير في اول الجواز يعني. اهو دول هخليهم على جنب كده. بس كده يا بنات، هو بالنسبه لي الحاجه كده بتاعه المنظفات خلصت. مفيش حاجه تاني، وما افتكرش ان انا خلاص هجيب حاجه تاني، انا كده تمام قوي. ما افتكرش ان انا نسيت حاجه تاني. خلاص انا جبت ملمع الخشب وتنظيف مثلا الحاجات بتاعه البوتاجاز، تنظيف الارضيات، المساحيق بتاعه الغسيل، الديتول، ملمع الزجاج. مفتكرش ان انا يعني ناسي حاجه تاني. بس عامه لو كنت ناسي حاجه تاني هبقى اجيبها، بس انا خلاص كده بالنسبه للجهاز مش هجيب حاجه تاني. لو احتاجنا حاجه بقى نبقى نجيبها بعد الجواز.
بس كده يا بنات، هو ده كان الفيديو. معلش ان انا مثلا طولت عليكم ولا حاجه، انا بس كنت عايزه اوريكم راستي في الحاجه بتاعه المنظفات هتبقى ازاي. وممكن احط عليها بس الفهم في كيس كويس جدا علشان خاطر ما ياخدوش ريحه. دول ورق حلواني كنت جايباهم بس ما عجبونيش، مش عارفه ليه. كنت جايباهم اهمت. وجبت كمان الاكياس دي، اوريها لكم بالمره عشان شكلهم هيتشافوا ومش هيتشالوا ومش هتشوفوهم. الاكياس دي يا بنات اللي هي بيبقى ليها زي سوسته كده بتقفل. كنت جايباهم جمله. برضو قلت عشان اخزن فيهم حاجات، احط فيهم حاجات في الفريزر. انتوا عارفين انا بفرز حاجات فيبقوا معايا. احتمال احطهم هنا بس الفهم في كذا كيس كويس جدا عشان ما يكرفوش من الحاجات دي وياخدوا ريحه طبعا مش حلوه. بس كده يا بنات. وبرده اشتريت شنطه حلوه جدا عجبتني وهحط فيها الميك اب بتاعي. مش هحطه في كارت، يعني انا الميك اب بتاعي مش هشيله، انا هخليه دايما قريب مني وهقول لكم ليه الفيديو الجاي. بس كده يا بنات، يا رب الفيديو يكون عجبكم. متنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه لو انتي اول مره تشوفيني، برحب بيكي. وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتشيروا البنات وتشيروا الفيديو للبنات عشان كل البنات تستفاد. سوري، عشان كل البنات تستفاد. يلا اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه يا حبايب قلبي.